السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد في اللغة الإنجليزية وتعليم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة. رجاء ركز معايا لو سمحت. طبعا دي قواعد نطق، في حاجات انت ممكن تكون عارفها وفي حاجات كتيرة انت مش عارفها، ودي هتساعدك في النطق كتير. عندي اول تركيبة اللي هي الجي والاتش، دي خدناها في الحروف الغير منطوقة يا جماعة، ان هي تكتب ولا تنطق. لكن في حالة استثنائية، لو جه قبلها حرف اليو بينطق الجي والاتش ف، زي كلمة enough وكلمة love، كحة كف، خشن رف، زيها زي البي اتش بالظبط، زي كلمة فوتو، دولفين، يتيم، أورفان، غلاف جوي، اتموسفير. وهنا لما تكون الكلمة طويلة بقسمها على مرتين، اتموسفير. عندي بعد كده التي والسي والاتش، بصوا يا جماعة بتنطق تش، ت وشين، زي كلمة كاتش، ماتش، كاتش يعني يمسك، ماتش يعني مباراة، سكتش يعني رسم بياني، واتش يعني يشاهد. السي اتش لوحدها احيانا تنطق كاف واحيانا تنطق تهشين، لكن هنا في الكلمات اللي موجودة عندك هتنطق ت وشين، زي كلمة chicken، rich، chair، cheese. تمام، نكمل مع بعض بقية قواعد النطق أو التراكيب المهمة في اللغة الإنجليزية. طبعا كلكم عارفين إن الاس اتش بتنطق شين، زي كلمة شارب يعني حاد، فريش يعني طازج، شيت يعني ملاية وتيجي بمعنى فرخ. لما أقول شيت اوف بيبر يعني فرخ ورق، شيب يعني سفينة، شورت يعني قصير. عندي بقى تركيبة جديدة ممكن ما تكونش عارفها ومهمة جدا، السي والاي والاي والسي والاي والاي والسي والاي والاو بتنطق شين برضه، زي كلمة سوشيال يعني اجتماعي، سبيشال خاص، efficient فعال، ancient يعني قديم جدا او عتيق. في برضو تركيبة مهمة التي والاي والاي والتي والاي والاي والتي والاي والاو، التركيبة كده مع بعض بتنطق شين، زي كلمة